هو لسه في حد في 2023 لحد النهارده بيغسل مواعين في البحر؟ وفي حد بيصحى من الفجر ربنا يحلب الجاموسة؟ ايوه انا في. وتقوم من النجم عشان تاكل الجاموسة؟ ايوه انا، لان اللي وراه حاجه ما بينامش وما بيقعدش لحد ما يخلص اللي وراه. هو انا كده بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يبارك فيكم يا رب، يرزقكم بالرزق الحلال الواسع. طبعا عرفتوا سمسمة هتعمل ايه النهارده؟ سمسمة هتغسل مواعين وتحلب الجاموسة وهتشوفوا وراها ايه. كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا يلا انا بعمل ايه. طبعا اول حاجه خالص الواحد بيبدا بها يومه، او انا ببدا بها يومي يعني خصوصا. بقوم الصبح بدري. على اذان الفجر. والله يا جماعه انا بصحى كده لوحدي. زي ما يكون خلاص انا اتبرمجت على كده ان انا بقى اول ما اسمع قران الفجر بيقرا في الجامع بصحى على صوت القران يعني بتاع الفجر. بقوم بقى كده اتوضى وما تكسليش. اهم حاجه الصلاه. الوضوء برضو ركن من الطهاره. اتوضى واصلي والفجر وبعد كده اقرا شويه في القران وبعد كده اللهم صل على النبي. يعني بسبح وكده اختم الصلاه. وضع لو هدعي باي حاجه برضو لربنا. برضو بعمل كده. بعد بقى اهم حاجه الصلاه 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 الصلاه. الصلاه ديت مهمه جدا. الصلاه ديت هتغفر لنا شويه طبعا من ذنوبنا عند ربنا طول ما الواحد بيصلي. انما لو كان الواحد بقى ما بيصليش يفضل والله. يعني طول ما انت بتصلي بيبقى ربنا هديك وبتعمل كل حاجة كويسة، انما لو انت ما بتصليش الشيطان بقى بيقعد يوسوس لك. فانتوا بقى اول ما تسمعوا اذان اي اذان في الجامع، الظهر العصر الفجر اي حاجة، تقوموا على طول. لو في ايديكوا اي حاجة بتعملوها سيبوها وروحوا على الصلاة على طول. عشان الشيطان ما يقعدش يوسوس لكم يقول لكم بلاش تصلوا، خليها كمان شوية. طب خلصي بس اللي وراك الاول. طب روحي اعملي دي الاول وبعد كده بيكسر عليكم، ففي الاخر بقى ما بتصليش بمعنى اصح. فاحنا بقى عايزين نبقى احنا برضو نتغلب على الشيطان وما نسمعش كلامه بان احنا اول ما الاذان يبدا نقوم نتوضى ونصلي على طول. هم مهم يا حبايب قلبي. انا طبعا حننت الجاموس. انا كنت مصوره المقطع ده وانا بحننها بس مش عارفه اقلم مسحه من على التليفون صراحه، جت امنتج الفيديو ما لقيتهوش. فقلت خلاص بقى مش مهم ما علينا. هقعد بقى كده بعد ما بحنن الجاموسه كده بمسك الدره بتاعتها. انا طبعا الجاموسه مشرباها ميه وحطلها شويه تبن وشويه رده. ما ينفعش اقعد احلب الجاموسه والجاموسه عطشانه، لازم الجاموسه تشرب الاول. وطبعا عشان اللبن برضو يبقى فيه كميه ميه. اهم حاجه برضو لما تيجي تشتري باللبن تشتري اللبن مكان انت واثقه منه، عشان طبعا في ناس كتير دلوقتي مبقاش عندها ضمير وبقت تغش اللبن بالميه. فهاتوا اللبن مكان انتوا واثقين منه. طبعا انتوا عارفين بقى الناس اللي متابعاني برضو القديمه عارفين طبعا ان انا بحلب في حلتين اتنين، في حله صغيره كده وحله كبيره، عشان لو حصل اي حاجه والجاموسه عملت اي حركه كده ولا كده. بصراحه بقى هكب اللبن كله فوقي وهكب حله لبن على الارض. ببقى عامله حسابي بجيب حلتين اتنين اعمل في دي شويه واحلب في دي شويه، عشان طبعا لو اللبن اتكب مني او كده ما يعملش اللبن كله يعني ما يروحش على الارض، خساره برضو وحرام. سامحوني بقى على الصوت اللي انتوا سامعينه ده لان كنت بمنتج الفيديو ولولو كانت صاحيه فعامله بقى الصوت ده. طبعا بعد ما خلصت بقى هطلع بقى اهوت. ارمي شويه برسيم بقى، احط شويه برسيم بقى كده للجاموسه. طلعتها بره اهوت في الشمس زي ما انتوا كده شايفين. الشمس برضو حلوه يعني. في الدفا برضو بره احسن من الزريبه لان الزريبه بتبقى برضو ساقعه. وطبعا لسه ما طلبتش الزريبه ولا حاجه، فقلت اطلعها بقى كده في الشمس هنا في النظافه. تفطر بقى وكده. بعد ما خلصت بقى خدت بقى طشت المعان المحترم بتاعي بسم الله ما شاء الله عليه وخدته. روحت عشان اغسله بقى في البحر. قوموا بقى تنشطوا وتشجعوا كده ما تكسروش، لو وراكوا اي حاجه بقى اعملوها. طبعا فين الناس كلها بتقول ان انت لسه في حد بيغسل معان في البحر؟ ايوه يا جماعه لسه في، مش انا لوحدي، في ناس كتيره لسه بتغسل معان في البحر. الناس اللي ما عندهاش مجاري وعندها البحر كده جنبها بيغسلوا فيه. وهنا طبعا خصوصا في الأرياف. كل المناطق الريفية بتلاقي فيها كل الناس يعني عاملين سرادم في البحر زي ما انتوا كده شايفين وبيغسلوا فيه. ده طبعا يعني مش عيب ولا حرام. المتاح لينا ان احنا نعمله. احنا بقالنا سنين صراحة بنغسل معان في البحر، مفيش اي مشكلة خالص. انا هنا بقى كنت بغسل بالصابون اللي انا كنت عاملاه معاكم. عامله فيديو كذا فيديو عن الصابون البلدي ده. شايفين المواعين بتلمع ازاي؟
بصوا كده على المواعين وكوبايه الميه والصواني والحاجات اللي في الطش ديت، شايفينها بتلمع ازاي، وبيطلع اي بقعه خالص في المواعين. وبيخليك الألمونيا اكنها جديده من تاني. ده للصابون، اللي حابب يشوف طريقه الصابون يشوف الفيديو بتاع الصابون البلد، طريقه عمل الصابون البلد. هي دي حياتي يا جماعه في الريف. عيشه بسيطه ومفيهاش اي تصنع ولا اي ذوق ولا فيها اي حاجه خالص. الحمد لله والحمد لله، الواحد لازم يحمد ربنا على اللي هو فيه. طبعا المواعين بقى انا حطاها، في مواعين مثلا حطاها في الميه لانها متبقاش بايشه قوي، فبحطها في الميه عشان انا ابوشها برضو. وطبعا اي فضلات الاكل ولا حاجه بحطها برضو في للطيور، ما بجيبهاش ارميها في البحر ولا اي حاجه من ديت. فضل مثلا عندي شويه مكرونه رز ولا اي حاجه، قشر طماطم قشر بطاطس اي حاجه بخليها للطيور، ما بجيبهاش طبعا ارميها في البحر. حتى قشر البصل، كل الحاجات دي والله مفيده برضو للطيور. فكويس برضو. بصوا بقى اوحش حاجه بقى الغطا بقى الالومنيا اللي انا قاعده تقولي لي اغسلي طشت مواعين بحاله، بس ما يكونش فيهم غطا من اللي هو الالومنيا اللي معايا ده. يعني الواحد بيقعد يدعك 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 وعلى امل اللي هو ينضف، وفي الاخر برضو ما بينضفش. الالومنيا تقريبا غشها ما بقتش زي زمان. الالومنيا بتاعت زمان تلاقي الحلل كده والغطيان بتطوي كده وبتنضف معاكي، انما الالومنيا الجديده ديت اللي هي طالعه لسه بقى مثلا يجي 4 سنين ولا حاجه، ما تجيبش اصلا غطا وتلاقيه بينضف معاك ابدا، لازم تقعدي تحطي فيه وفي الاخر ما بينضفش. هي حاجه زمان برضو كانت حلوه، وتحس ان الحاجه يعني ما تفهميش بقى، يعني بتبقى احلى من دلوقتي بكتير. ربنا يكرمني بقى، قعدت فيه يجي نص ساعه، وانا كده كده كنت قعدت في المواعين ديت حوالي كده برضو يجي ساعه او اكتر. بس اهم حاجه ان الواحد ينظف المواعين. طبعا النهارده الجو حلو اهوت والشمس طالعه، والجو جميل، مفيش اي حاجه خالص. بعد بقى ما خلصت كده قلت بقى ايه، كان في بقى كام فرشه كده من بتوع بفرشهم يعني كده بقى في المطبخ، قلت اقوم بقى ايه اجيبهم برضو وانزل بقى اللي فيهم كده لو فيهم تراب ولا حاجه. وفتشت الحمى بتاعنا بتاع بين الفلاحين بتاعنا ده، واغطسهم بقى كده مع شويه خلطه بتاع الغسيل ولا شويه مسحوق، وهتسيبهم بقى كده ايه لحد ما يبوشوا ويتنقعوا شويه، ينزلوا اي حاجه فيهم، يعني اي حاجه مش نضيفه فيهم. وبعد كده بقى اكون بقى كده اسيبهم مثلا يجي ساعتين، وبكده اكون بقى خلصت. اللي لسه بقى بيشوف قناتي لاول مره ينزل تحت يعمل اشتراك للقناه، يفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيدعمه وبيخلي مشاهداته تزيد. فضلا منكم وليس امرا حطوا لايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.